يلعب الطبيب البيطري دور مهم جدا في المجتمع بسبب اختصاصه الذي يمنحه التفوق في المعلومات المتنوعة في الصحة العامة، وتمتد واجباته لتشمل نواحي متعددة في الطب الوقائي. وللطبيب دور فاعل في الأمن الغذائي والمحافظة على استمرارية دورة الحياة ومنع الأمراض الفتاكة. فيقوم الطبيب البيطري برعاية أمهات الحيوانات ورعاية أولادها وتربيتهم تربية صحية، ويقوم أيضا بالكشف عن اللحوم بعد ذبح الحيوانات، فيتم الكشف برمته على لحوم الحيوانات في المجازر حتى تصل اللحوم إلى المستهلك آمنة بدون أي أمراض. والطبيب البيطري هو الشخص المسؤول عن سلامة صحة البشر من أي ضرر ممكن أن ينتقل إليهم عن طريق منتجات الحيوان من ألبان وجبن ومنتجات لحوم. فيقوم بالكشف عن كل هذا في السوبر ماركت والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمصانع الغذائية وأي منشآت خاصة أو عامة تقدم أغذية للعاملين بها أو للجمهور. وللطبيب البيطري قدرة استيعابية بحيث يستوعب لغة الحيوان سواء لغة الجسد أو السلوكيات المختلفة ويترجمها إلى كلمات معبرة حتى يتعرف على معاناة الحيوان ويصل إلى التشخيص الدقيق للمرض ويعالجه. فلهذه الأسباب مجتمعة يستحق الطبيب البيطري منا كأفراد وكمجتمع كل التقدير والحب والاحترام. أول حاجة نحب نتعرف بحضرتك. انا محمود محمد فشارة، طبيب بيطري واخصائي في طب وجراحة الحيوانات الاليفة. تمام، اهلا بحضرتك. يا اهلا بيك يا دكتور. طب يا ترى ده كان يعني حلمك من الطفولة ولا انت كان يعني عندك حلم اخر تشتغل مهنة اخرى يعني؟ والله هو الموضوع يعني مش هقدر اقول لك حلمي من الطفولة 100%. بس من بعد ما بدأت كلية الطب البيطري واشتغلت فيها عموما يعني كنت بحب الحيوانات يعني انا بحب الحيوانات في العادي. لكن لما دخلت بقى الكلية وتعلمت اكتر وعرفت الكلية بتشتغل يعني عبارة عن ايه الشغل فيها وازاي انك تقدر تساعد حيوان او كده، دي حاجة ممكن تحسسك باحساس كويس. فقررت بقى ان انا اشتغل طبيب بيطري، لان هو مش كل اللي بيخش كلية طب بيطري لازم يشتغل كدكتور بيطري معالج للحيوانات يعني. ممكن يشتغل في مجالات تانية كتير زي يعني الدعاية للأدوية أو أو في أو في المعامل أو في كذا شغل تاني غير المهنة نفسها. بس لما دخلت الكلية هي عجبني الموضوع وقررت إن أنا أكمل فيه بقى. طب يعني كان عندك حيوان كنت بتربيه وانت صغير مثلا؟ هو وانا صغير كنت بربي سمك، كنا عصافير، لكن ما ربيتش كلاب وقطط بقى اللي هو نفس المجال اللي انا اشتغلت فيه. يعني كان علاقتي بس بقطط والكلاب ممكن اللي بقابلهم في الشارع او حاجات زي كده. لكن ما ربيتش قطط يعني، حتى انا لحد دلوقتي ما يعتبرش ان انا في حيوان مخصوص بربيه يعني. غالبا بقابل حيوانات تقعد معايا فترة، حاجات غالبا يعني بقابلها في الشارع يعني. الاقي حالة تقعد معايا شوية تتعالج وبعد كده تتوكل على الله بقى تشوف طريقها. تمام. طيب بالنسبة لدراسة الطب البيطري كم سنة وايه اصعب حاجة فيها مثلا؟ هو الطب البيطري دراسته 5 سنين. في اول سنين بتبقى اللي هي المواد الطبية عامة. فيها سنة علوم ولا؟ اول سنة بيبقى في مواد منها في علوم. لكن غير كده بندرس بقى يعني المواد اللي هي الطبية زي الهيستولوجي علم الأنسجة، الباثولوجي، البكتيريولوجي، يعني اللي هي المواد العادية خالص بتاعت أي مهنة طبية زي الطب البشري مثلا. بعد كده بقى في آخر سنتين بيبقى فيه بقى البطنة والجراحة والأمراض المعدية، ودي بقى حاجات مخصوصة بالحيوان. لكن اللي قبل كده كحاجات علمية عامة يعني دي بتبقى زيها زي كليات الطبية العادية. مفيهاش اختلاف؟ لا مفيهاش اختلاف. بعد كده احنا بنبدأ نذاكر التخصصات دي بقى في الآخر. طب ايه اللي بيميز حضرتك مثلا كطبيب بيطري او حاجة مثلا انت متخصص فيها؟ والله هو انا اول ما خلصت يعني الطب البيطري قررت ان انا اتخصص في مجال واحد اللي هو طب وجراحة الحيوانات الاليفة اللي هم القطط والكلاب. بحاول ان انا ابقى مميز، ان انا احاول اشتغل شغل بروفيشنال على قد ما اقدر، انك تقدر تكشف على الحالة بطريقة
يعني محترفة، تقدر تكتب روشتة، تقدر تعمل الوسائل التشخيصية المختلفة زي التحاليل، زي الأشعاعات. يعني دي حاجات كان يمكن مش ناس كتير بتعملها، او ان هي تشخص بعض امراض يعني نادر ان هي تتشخص. يعني في حالات، يعني احنا عموما انت بتشتغل في مجال طبي مفتوح، انت عندك كل الامراض ممكن تحصل، من اول الامراض الباطنيه، امراض المسالك البوليه، امراض الاسنان، انت بتشتغل في كل حاجه. اللي حاولت كمان اشتغل فيه اكتر هي الجراحه. حتى دي الماده اللي انا حبيتها في الكليه وعملت عليها حتى دراسات عليا بعد كده. يعني بتعمل عمليات جراحيه هنا في العياده؟ جراحه، بعمل جراحه هنا في العياده طبعا. طبعا بيبقى في تعقيم للادوات وحاجات من دي. فزي ما بقول لحضرتك انا بحاول ابقى بروفيشنال على قد ما اقدر. يعني انا هعمل جراحه يبقى لازم يبقى في ادوات تعقيم، لازم يبقى في مكان مناسب، لازم تبقى في ادوات مناسبه، لازم يبقى في تشخيص قبل الموضوع بطريقه صح، بحيث ان الموضوع يا اما تعمله مظبوط يا اما بلاش احسن. طيب، وبالنسبه لاكتر بقى نوع مثلا حيوان منتشر الناس بتهتم بتربيته، ايه هو يعني بالطبع اكتر حيوانات الناس بتحبها القطط والكلاب، لان بيبقى بينك وبينهم عشره يعني. اللي هو يعني في ناس بتحب برضو العصافير، السلاحف، حيوانات تانية، بس انا كمان تخصصي القطط والكلاب بس. لكن هي الناس بتحب اكتر القطط والكلاب لان بيبقى بينك وبينه تعامل وعشره ومواقف بيتحرك اكتر. بيتحرك غير غير الحاجه الثابته مثلا زي حوض السمك، زي فعشان مفيش تفاعل بينكم وبين بعض. فيمكن هي القطط والكلاب الناس بتحبها اكتر للسبب ده. بالنسبة في ناس اللي هي بتربي حيوانات في الشارع، بتجيلك مثلا تطلب مساعدة، مثلا الحيوان ده مريض او كده، يقولك عايز اعالجه بتكاليف بسيطة او كده. هو طبعا في ناس كتير بتهتم بموضوع حيوانات الشارع، ويمكن انا يعني من اول ما فتحت وانا قررت ان انا اساعد الحالات دي يعني مجانا، يعني كشف بتاعها مجاني. وبقابل ناس كتير بالطريقة دي. يعني في ناس بتكون فعلا ناس طيبين يعني هو ملوش في التربية خالص، يعني ممكن يكون راجل بسيط خالص شاف حيوان اتخبط في الشارع، عمل حادثة، بالتلقائية كده يحاول يأكله يشربه. طب يا جماعة هو في دكتور فين؟ يدور لحد ما يوصل. والله وفي امثله من دي كتير. في ناس طيبه، يعني في شخص يعني مثلا عندي من اهم زبايني، يعني راجل انا بحبه جدا اسمه عم مسعد. ده راجل طيب جدا وبسيط، ويعني عايز اقول لحضرتك ان الحيوانات بتعشقه. يعني هو زي ما يكون الحيوانات بتدور عليه وتوصل له. وعنده اعداد كبيره جدا من القطط والكلاب، وبيحبهم وبيربيهم، وقطة عاملة حادثة، لا كلب رجله مقطوعة، لا يعني حالات صعبة قوي ان حد يقدر يتحملها. وهو بمنتهى البساطة اكل بسيط، بواقي اكل عنده، يروح يشتري اكل حاجات بسيطة. وهو بقى طبعا من كتر ما محلات بتجيله عرف العلاج وبدأ خلاص. يعني بقينا انا وهو على طول عاملين عنده خبرة. ده ناحية من الناس. وفي ناس بتستغل بقى حيوانات الشارع دي ان هي يعني تتربح من وراها يجيبها يبيعها مثلا. وفي ناس يعني بيستغلهم استغلال مش كويس. انا عامه انا بحب الناس اللي هي قلبها طيب، يعني اللي هو زي ما قلت لحضرتك حد راجل بسيط وطيب وبيربي حيوانات في الشارع. وبتلاقي عنده كميات كبيرة. يعني لما بيبقى في قطة بتجيب التانية ويجيب التالتة، خلاص وهو ما بيقدرش بقى عرفوا بعض بيجوا. وهو ما بيقدرش يقول لا بقى، خلاص هو حس بحب الموضوع وما يقدرش يوقفه يعني. تمام. طيب على العكس مثلا، هل في مثلا واحد بسبب الحالة الاقتصادية يجي يطلب منك، يقول لك انا عايز اتخلص من الحيوان ده عن طريق مثلا عملية القتل الرحيم او كده؟ هو موضوع القتل الرحيم يعني هو ليه ظروفه وليه طريقته. يعني هو الطريقة بتاعته المفروض ان احنا بندي مخدر بجرعة عالية، بحيث انك نيمت الحيوان ويكون دخل بقى انهيت حياته. انا شخصيا ما بحبش الموضوع ده. يعني بحاول اللي هو ادي فرصة للحيوان لاخر لحظة. يعني لسه كان في حالة حتى قريب، كانت قطة صغيرة في الشارع ومخبوطة وعندها كسور في رجليها وشبه شلل، او يعني المثانة البولية بتاعتها ضعيفة ما بتشتغلش.
فعلى الورق كده تقول ان لو حاجه زي كده حصلت انت المفروض تديلها حاجه تريحها وتموتها. فبحب يعني ايه احط نفسي مكان الحيوان، بس اللي هو انا ايه، طب ما انا ممكن اديله فرصه. يعني قعدنا ادينا لها فرصه وعملنا علاج وزي علاج طبيعي وكمادات، ويعني قعدنا شويه فتره كده نحاول معاها لحد ما واحده واحده الكسور التأمت وبدات حياتها الطبيعيه تشتغل وعاشت يعني. فاللي هو انا لو كنت من اول مره اوكي انا هديلها حاجه تريحها، فانا كنت هبقى حاسس ان انا حسيت ايه، عملت حاجه غلط، او يعني هحس بالذنب. لكن موضوع الظروف الاقتصاديه يعني ما حدش يعني هيلجأ ان هو يريح حيوان للدرجه، ممكن يبيعه لو هو يعني. وفي ناس للاسف بقى الايام دي بترمي بقى الحيوانات في الشارع. يعني في حتى كتير لو تلاحظوا في الشارع دلوقتي بقى في قطط غير القطط البلدي الجميله بتاعتنا دي. في قطط شرازي وقطط شكلها قطط بيت. في منهم بيقدر يتأقلم في الشارع وياخد حقه يعني وسط القطط التانية، لان هم طبعا هم اصحاب الارض طبعا، اصحاب المكان. وفي قطط طبعا بتتبهدل. وفي ناس بقى طبعا زي ما قلت لحضرتك في ناس كتير بتحاول تنقذهم، وفي حتى يعني على النت بدأ يظهر جروبات وحاجات من دي ان هي ايه بيحاولوا ياخدوا القطط ويودوها لدكتور بيطري. والحمد لله ان احنا كمان الدكاترة البيطريين بدأوا يعني فكرة معالجة حيوانات الشارع مجانا دي بدأت تكون حاجة خلاص، بقت حاجة طبيعية. يعني احنا ماشي بدأنا الموضوع من اول ما اتخرجت الحكاية دي لحد ما بقى دلوقتي خلاص الموضوع طبيعي. معظم الدكاترة البيطريين بيساعدوا الحيوانات على قد ما نقدر، وندور على حد متبني او حد يقدر ايه ياخدها في بيت، بنحاول نشوف لها ايه حل مناسب يعني. طيب بالنسبة بقى لأيام الطفولة برضو نرجع لها تاني، هل كان في حلم آخر غير الطب البيطري مثلا؟ يعني حاجة هواية أو حاجة بقى تانية أنت بتحبها؟ يعني هو بالنسبة للهوايات الموضوع ايه يعني الهوايات حاجة والشغل حاجة يعني. يعني لو قلنا بالنسبة للشغل يعني مثلا الكلية الوحيدة اللي فكرت ان انا ممكن اشتغلها كلية طب اسنان. حتى انا كنت قدمت في كلية خاصة لطب الاسنان، وبعد كده ايه رجعت في كلامي وكملت طب بيطري. يعني كان اعجابي، يعني كان من طفولتي كنت ايه بزور دكتور اسمه نبيل البلتاجي. كنت معجب قوي بطريقته وبجمال عيادته بالموضوع نفسه. فده اللي خلاني يمكن افكر شويه في ايه في طب الاسنان. بس يعني ده ما يأستش يعني لحد النهارده بقى يعني ايه قررت اشتغل اسنان برضه. يعني انا جبت ادوات بتاعت اسنان وبسأل بقى زمايلي، اكلم زمايلي دكاتره الاسنان، انا مثلا عندي كذا في درس عامل كذا يعني. هو انا ما اتعلمتهاش في الكليه. ببدا اقرا بقى عن الاسنان شويه، بسال زمايلي يقولوا لي اعمل ايه، والادوات بدات اشتغل فيها. ويعني بقى لي فتره بدات اشتغل في طب الاسنان بس بتاع الكلاب والقطط بقى. طب ايه اكتر حاجه بقى بتحبها يعني بتخليك تيجي العياده كل يوم مثلا وعايز تستمر في الطب البيطري؟ والله هو بص، احسن احساس انت بتحسه بينك وبين الحيوان ان ايه ان يجي لك حيوان زي ما بقول لحضرتك كده حاجه ايه حاله خلصانه خالص. وهو يعني هو غلبان، هو مش قادر يقول لك انا الحته دي اللي وجعاني او مش فاهم فانك تكتشف ايه اللي وجعه وانك تحله له بعد ما يبقى خلصان خالص قدامك، او حاله يعني ميؤوس منها، وتلاقي مثلا ايه يوم والتاني والتالت جه بقى على جه ماشي على رجليه. يعني كانوا جايين اول يوم شايلينه مثلا، بعد كده ايه داخل لي ويعني يمكن حتى الكلاب هي اللي اكتر بتفتكر. يعني تلاقي الكلب مثلا جاي في المره اللي هو بقى كويس فيها، جاي ومنطلق وجاي يعني زي ما يكون فرحان. ايه فرحان، وزي ما يكون بيسلم عليا او مبسوط يعني. فبحس الاحساس ده كويس برضو. احساس العمليات يعني ان تيجي برضو حاله محتاجه عمليه لازم تتعمل، وان هي خلاص يعني يا تروح منك خالص، يا اما لو العمليه نجحت هتعيش. فانك تعمل حاجه زي كده وعمليه تنجح وتلاقيها عاشت بعد كده والقطه جابت بعد كده عيالها وعيال اللي هو انت حسيت انك ايه انجزت حاجه بقى في علاقه ما بينك وبين بقى في علاقه، وبقى في اجيال كمان انت شفتهم بسبب حاجه انت ايه انقذتها من سنه مثلا. فدي اللي بتديك الاحساس الاحساس ده احسن حاجه في الطب البيطري بصراحه. طب ايه اكتر المعتقدات بقى الخاطئه عند المصريين عن الطب البيطري؟ يعني حاجه هم فاكرينها حاجه وهي حاجه تانية خالص.
هو يعني في معتقدات عن تربية الحيوانات دي حاجة، وعن الطب البيطري كله برضو حاجة تانية. يعني في ناس بتشوف كلية الطب البيطري، ويمكن ناس كتير ما تعرفش لان ما دخلتش الشغل او ما متخيل حاجة تانية. ما يفهمش الموضوع ماشي ازاي. فهو معتبر ان يعني انت بتعمل ايه؟ طيب يعني انت بتعالج البقرة، يعني البقرة مالها عيانة يعني بتعطس بتكح، يعني هو مش فاهم ان انت ايه بتعمل ايه. لا، انت الطب البيطري ده اقتصاد، يعني احنا ممكن الطب البيطري ده تقوم عليه اقتصاد دولة كاملة. الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية دي جهة بالنسبة لحيوانات الزينة وكده. فدي حاجة علاقة بينك وبين حيوان وبين صاحبه، يعني انك تساعد حيوان انه يعيش حياة كويسة. هو شغلة الحيوان ده ان هو بيدي السعادة لصاحبه، فانت كأنك بتساعد البني آدم ده بطريقة غير مباشرة على الحياة عموما، او تحمل الايه العيشة اللي احنا عايشينها. في ناس كتير بتحب الحيوانات كتربية في البيت لكده. ايوه. ففي ناس مش فاهمة يعني دكتور بهايم. طب ده انا دكتور بهايم، ده انا فخور ان انا دكتور بهايم. البهايم دي هي اكلنا وشربنا وحاجات كتير في حياتنا. وان انا ابقى دكتور بهايم واقدر اعالج البهيم اللي مش قادر يقول انا تعبان ازاي ده، فدي حاجة انا بحبها جدا. يعني انا دايما دكتور بهايم دي انا بحسها مش شتيمة، ده حاجة حلوة. فهي الناس يمكن مش فاهمه الطب البيطري بيعمل ايه. وغير كده في مجالات بقى للطب البيطري كتير زي ما قلت لحضرتك، يعني في مجالات يعني زي الشغل في المعامل، زي الرقابه الصحيه على اللحوم والالبان يعني احنا يعني انا باختصار كده بقول لحضرتك الطب البيطري ده هو الاكل والشرب في حياتنا. يعني ده مبدئيا، يعني شغلتنا هي الرقابه الصحيه على الاكل والشرب، هي الكشف على الحيوانات، هي المعامل مثلا التحاليل برضو ده جزء من دراستنا. غير بقى الوظائف التانية اللي هي ايه في الكليات والحاجات اللي هي الأكاديمية يعني. فهي الطب البيطري ليه مجالات كتير، واهتمامنا بيه ده حاجة هتفرق كتير مع بلدنا بصراحة. طب واكتر بقى معتقد شائع عن التربية مثلا، نصيحة للناس بتقولها حاجة هم مش عارفين؟ التربية طبعا الناس في حاجات كتير طبعا مبوظة افكارنا، يعني القطط بتجيب عقم، يعني دي حاجة طبعا اساسي الناس كلها معتقدها. هو ماشي في مرض فعلا اسمه التوكسوبلازما بيجي للقطط، ما بيعملش عقم، هو ممكن يعمل تشوهات جنينية او اجهاض لو قط مريض وتعامل مع ام حامل. بس لازم يكون قط مريض اكل فيران، شرب ميه صرف، يعني بتكون في ظروف معينة عشان يتنقل المرض ده، ما يكونش عايش جوه البيت بالظبط. وليه علاج وليه طرق وقاية، ودي حاجة. في مثلا عندك طبعا الكلاب بتاكل العظم. طبعا ما فيش كائن في الدنيا بياكل عظم اكيد، يعني ممكن يعضعض فيها ماشي، يبقى بيحب ياكل بواقي اللحم مثلا. لكن هو كائن من اكلات اللحوم، المفروض ياكل لحمه ما بياكلش عظم. ان احنا ناكله عظم دي برضو حاجه طبعا اساسي بالنسبه لنا. طبعا احنا عارف انت من توم وجيري، فاهم؟ توم وجيري كان الكلب بياكل عظمه والقطه بتشرب اللبن. ويمكن نسبه كبيره قوي من القطط عندها مشكله في هضم اللبن، اللي هو ما عندهاش مقدره على هضم سكر اللاكتوز. اللاكتوز انتولرنس موجود في الاطفال. في قطط كتير قوي عندها المشكله دي، فاول ما تشرب اللبن يجي لها اسهال وانتفاخ ومشاكل كتير. فيمكن دول اكتر حاجتين احنا مرتبطه في دماغنا وهي مش مظبوطه. طيب بالنسبة بقى الدكتور في الطب البيطري أقدم من حضرتك مثلا بتاخده كمثال أو تعلمت منه حاجة، مين؟ والله هو من ناحية التعليم أنا الموضوع بدأ إن أنا خلصت الكلية. قسم الجراحة بالنسبة لي دول كانت ناس اتعلمت منهم برضو حاجات كتير جدا. وبعد الكلية برضو عملت دراسات عليا في قسم الجراحة، أساتذتي طبعا. الأستاذ بقى اللي أنا اتعلمت منه الطب البيطري الخاص بالحيوانات الأليفة هو أستاذي اسمه الدكتور فاروق بهجت. هو دكتور يعني أنا بسميه الباش حكيم، يعني عارف اللي هو راجل قامة وقيمة جدا. ويمكن هو من الناس اللي يعني اخترعوا المجال ده. يعني هو كان من زمان قوي بدأ المهنة، بدأ يتعلمها انه من دراسته ومن مذاكرته، وبعد كده اشتراكه مع الدكاترة البشريين. عايز يتعلم حاجة يقدر يسأل ما بين المجالين. ما بين المجالين لحد ما بقى يعني هو افضل دكتور في رأيي في الطب البيطري، واستاذنا واستاذ الاساتذة. يعني في اساتذة دلوقتي هم اتربوا على ايده. انا خلصت الكلية ورحت عند الدكتور فاروق،
وبالورقه والقلم واقف وراه اكتب كل حاجه هو بيعملها، بحاول اعمل كل اللي هو بيعمله. هو علمني كتير بصراحه عن يعني عن الطب البيطري والرحمه بالحيوان وازاي تتعامل مع صاحب الحاله وكل شيء. اساتذه برضو تانيين كتير اتعلمت منهم اللي هم في الطب البشري. يعني دكاتره، والدي استاذي طبعا برضو هو استاذ في الانف والاذن. فتيجي لي مثلا حاله فيها حاجه ليها علاقه بشغله، فاساله مثلا طب انا افضل مثلا مضاد حيوي ممكن استعمله في الحاله دي ايه، لو في شبهها مثلا هو بيستعمل حاجه للبني ادمين. خالي الدكتور مجدي ابو جندي برضو دكتور مسالك بوليه، هو طبعا جراح برضو، هو عبقري. فتيجي لي حاله اقول له برضو انا عندي كذا كذا ممكن استعمل ايه، يقدر يفيدني. وهكذا برضو الجراحه، دكتور رفعت برضو ساعات، ودكتور جراح برضو شاطر بسأله في حاجات كتير. دكاترة الأسنان زي ما بقول لحضرتك برضو زمايلي بسألهم، فبحاول أتعلم من كل حد. لأن أنت زي ما قلت لك احنا أنا بشتغل في مجالات مفتوحة جدا. فبتعلم بقى من الدكتور بتاع كل تخصص. في دكاترة كمان صيادلة بسألهم عن الأدوية وتركيباتها وبيقدر يساعدوني في الكلام ده. دكتور ضياء عبد الله مثلا برضو ساعات بسأله على عايز مثلا المادة الفعالة الفلانية عايز أعملها كذا وهي مش موجودة جاهزة. ممكن بنقعد بقى مع بعض ونشتغل لحد ما نوصل للحاجة يعني. هل مثلا بيجيلك ساعات حيوان مصاب بتحس ان صاحبه مؤثر في صحة يعني في الاهتمام بصحته او رعايته؟ اكيد حالة زي دي بتحصل. اللي هو بيجي لي مثلا حالة يقول لي ده هو الحالة ايه، ببص لقيته كده النهاردة. انا طبعا من الكشف بيبان ان هو يعني واضح ان مثلا عنده انيميا بقالها فترة طويلة. جسمه مليان حشرات مش نظيف، هو واضح ان في عدم اهتمام. فيعني حاجة زي كده ساعتها يعني ببقى انا يعني ببقى متضايق الحيوان بصراحة. اللي هو عرفت انا فاهم الحكاية، وهو يمكن صاحبه في ساعات بيبقى حاسس ان هو جاي يخلص ضميره، بس هو انت اصلا مش مهتم بيه من الاول. فبتضايق طبعا ان انت طالما انت مش مهتم بيه من الاول، ما كناش يعني جبناه اصلا، ما كنتش ربيته اصلا. فيعني ساعات بكلم صاحبه يمكن طريقه ساعات بتزعل الناس شويه، بس بقول له لا حضرتك انت غلطان من الاول انك عملت كذا كذا كذا. وما كانش له لازمه يعني لان الحيوان غلبان ما لهوش حد بيدافع عنه يعني. ازاي مش هيعرف يتكلم يقول يعني على قد ما بقدر بحاول اساعده وخلاص. يعني هنساعده وربنا عايزه هو هيكون. طيب بالنسبة لوقت فراغك، هل في هواية معينة بتحبها ويعني أثرت عليك ازاي؟ والله وانا ليا كذا هواية يعني. يعني بلعب شوية مزيكا. بحب يعني بحب التصوير كمان. بالذات التصوير بتاع البيوت القديمة بتاع بورسعيد. بدأت الهواية دي واحدة وبعد ما بدأت أصور وذاكر البيوت بقى يعني أعرف حكاية كل بيت. اشوف تاريخ. مثلا تاريخه، اكبر واحد سنا في المنطقة اقعد احكي معاه ويقدر يديني حكايات. عندك تاني برضو هواية يعني الحاجات القديمة عموما. يعني من صغري وانا بجمع طوابع، كان والدي هو حتى اللي معلمني الهواية دي. بجمع طوابع وعملات وتحف والانتيكات والحاجات دي عموما. يعني دي حاجة بتخليك يعني بتشوف حاجات اولا مختلفة. يعني هي هواية جميلة انك بتشوف حاجة مختلفة. بتشوف حاجات بتعرف منها حاجات حصلت زمان. تفاصيل قديمة. ان كل حاجة كانت معمولة على اصولها قوي. مفيش اللي هو الشغل ما كانش فيه يعني كان كل حاجة على اصولها قوي. لما تلاقي مثلا راديو فهو جهاز محترم هيعيش محملة، هيعيش 200 سنة 300 سنة. مش هيقدر يبطل شغل. والله واللي نفسي نتعلمه من الحاجات القديمة دي ان احنا يعني المفروض ان احنا كل ما بنتطور نتقن عملنا ونبقى احسن يعني. لا بس هو للاسف بقى احنا العكس. احنا نفسي ان احنا نرجع زي ما كنا زمان. يعني في حتى حكاية كده برضو عايز اوريها لحضرتك كده، نبقى نصورها دلوقتي. نفسي نبقى بورسعيد ترجع حاجة زي كده. يعني لو بورسعيد رجعت حاجة زي الحدوثة اللي هحكيها لك دي، يبقى احنا يا ريت رجعنا السنين اللي فاتت دي لورا. الحكايه اللي بقول لك عليها دي يعني ده جواز سفر من ايام الملكيه المصريه. لراجل افندي يعني هنا من بورسعيد، ما هوش بيه ولا باشا. حلو. زي ما انت شايف كده هو مكتوب في اول
في اول الباسبور ان هو ممكن يسافر ايطاليا، فرنسا، سويسرا، انجلترا، النمسا، سوريا، لبنان، تركيا، كل بلاد الدنيا تقريبا. مسموح عليه. مسموح عليه بكل سهوله. تقلب في الورق كده هتلاقي ان هو اخد تاشيره من قنصليه فرنسا اللي في بورسعيد، اللي هي موجوده لحد النهارده في شارع اوجينيه. ايوه تمام، اللي هي متحف للهيئه دلوقتي. حلو. كان الكلام ده يوم 20/6 سنه 52، يعني اخر ايام الملكيه خالص. كانت التاشيره ب 500 فرنك. حلو. ال 500 فرنك دول راح هو دفع مقابلهم 450 جنيه في بنك اسمه ايه، كريدي ليونيه، اللي هو الوقت بقى اسمه كريدي اجريكول. بس مكان مكان البنك ده اقصد بالظبط هو في شارع الجمهوريه اللي مكان بنك القاهره دلوقتي. حلو. دفع يوم 21/6 450 جنيه مقابل مقابل التأشيرة. وقام راح هنا في توماس كوك اللي هو في شارع فلسطين حاليا. ايوه. جاب التيكت بتاع السفر. وبعد كده تلاقي ان في بقية الورق بتقول ايه، ان غادر ميناء بورسعيد يوم 23. يعني هو في 3 ايام بس دفع الفلوس في وحجز وفي القنصليه اللي هي جوه بورسعيد، وسافر من المينا بتاع بورسعيد ورجع تاني. يعني اللي هو حاجه احنا زي كده عشان نرجع نعملها تاني محتاجه سنين طويله قوي عشان نقدر نعيد اللي كان بيحصل قبل كده. يعني للاسف. فده اللي انا يعني نفسي نتعلمه، ان احنا بس الحاجات الحلوه اللي كانت موجوده زمان، سواء ان مصر كان ليها قيمه، او بورسعيد بالذات كانت ميناء عالمي يعني ليه قيمه جامده قوي. وسواء من التراث المعماري نحافظ عليه. والله بنينا بيوت جديدة نعملها شبه الحاجات الجميلة القديمة. نحاول نعمل شبهها. فياريتنا نتعلم من الحاجات التحف اللي حوالينا في حياتنا دي، يعني نتعلم منها على قد ما نقدر. صح. انا بشكرك على اللقاء الجميل ده. ربنا يخليك يا دكتور، انا اتشرفت بيكم.